كنتمنى تكونوا باحوال جيده. اليوم غادي نحضر معكم كيك بنكهه القهوه لعشاق القهوه اللي كتجي اكثر من رائعه. ندوزو المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. ففي واحد لوبور غادي ناخذ بيضه واحده، قبسه ملح، وعندي كأس إلا ربع ديال سكر سنيدة أو سكر الخشن. فغادي نخلط المكونات جيدا حتى كيذوب ليا السكر مع البيض كما كتلاحظوا معايا. من بعد غادي نضيف ساشي فاني، وغادي نخلطها مع المكونات. ومن بعد غادي نضيف كأس إلا ربع من الحليب، وكنعاود نخلط حتى كندخلو مع المكونات. وهنا كنضيف كأس إلا ربع ديال زيت نباتية. فكنخلط المكونات جيدا، وهنا كيبقاو ليا فقط النواشف كما كتلاحظوا معايا. فغادي ناخذ كأس من الدقيق الابيض او الدقيق الفورس الخاص بالحلويات. غادي نوضع عليه خميرة الحلويات ما يعادل 7 غرام. فمن الأحسن أننا نغربلوهم باش ما تيتكونوش لينا الحبيبات ديال الدقيق أو الحبيبات ديال خميرة الحلويات وكيفسد لينا الكيك. صافي هنا كنخلط جيدا الخليط مزيان، وهنا كنشوف واش باقي خاصني نزيد الدقيق. فهنا غادي نزيد انا نصف كأس ديال الدقيق كما كتلاحظوا معايا، نصف كأس ديال الدقيق. وغادي نضيف عليه ملعقة كبيرة ديال الكاكاو المر. فهنا الكيك ديالنا خدالينا كأس ونصف ديال الدقيق الابيض. صافي كنغربلهم جيدا وكنخلط الخليط ديالي كما كتلاحظوا. نحاول انني نخلط جيدا، ما نخليوش هذوك الحبيبات اللي تيبقاو لينا في الكيك. داكشي علاش قلت لكم من الاحسن انكم تغربلوا ضروري الدقيق مع الكاكاو. صافي هنا المول ديالي راني دهنته بشويه ديال الزيت ودرت ليه شويه ديال الكاكاو. تقدروا ديروا الدقيق، فانا كنفضل انني ندير الكاكاو من الاحسن. وهنايا راه كنشعل الفران 180 درجه، كنشعل غير لتحت حتى كطيب ليا الكيك ديالي، عاد كنشعل الفوق. صافي وكيكون الكيك واجد غادي ندخلها للفران، ومن بعد غادي نرجع معكم ان شاء الله. فهنا من بعد ما طابت الكيك ومن بعد ما خرجتها من الفران غادي وهي سخونه غناخذ كأس ديال الحليب يكون بارد عادي، بارد بحرارة المطبخ او الثلاجة ماشي مشكل. غادي نضيف عليه ملعقة صغيرة ديال القهوة وغادي نسقي بها الكيك. فهنا خاص الكيك يكون سخون والحليب بارد. الا كان الكيك بارد يكون الحليب سخون باش ما تعجنش لكم الكيك. فالطريقه واضحه. صافي كنحاول انني نسقيها من الجوانب ومن الوسط، وغادي نخليها في جنب حتى كيتشرب ليا مزيان هاد الحليب والقهوه. نخلي الكيك تشرب ليا مزيان. فبين ما غتشرب لينا غادي ندوزو نحضروا الكريمه. فهنا غادي نحتاج 3 المعالق ديال النشا اللي تقدروا تعوضوهم ب3 المعالق ديال الدقيق الابيض الفورس او كريم باتيسري اللي متوفر. ما متوفرش النشا كنديروا الدقيق، الا متوفر كريم باتيسري كنديروه. المهم اللي متوفر عندنا في المنزل راه كنستعملوه. صافي هنا وغادي نضيف عليه 4 المعالق ديال سكر سنيده او سكر الخشن. وهنا غادي نضيف ملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. فتقدروا انكم تستغناو عليها الا ما بغيتوش نكهه القهوه، تقدروا ما تستعملوهاش. وغنضيف كأس ديال الحليب. صافي كنخلط المكونات جيدا حتى كيذوب ليا الدقيق مع سنيده وقهوه. صافي وكنضيف 2 كؤوس اخرين ديال الحليب. فهنايا غادي يحتاجوا نصف لتر. وغادي نوضعو من فوق البوطه. كنبقى مع التحريك جيدا كما كتلاحظوا حتى تتعقد ليا الكريمه. فهنا البنات راني نسيت ما ضفت ساشي فاني، غادي نضيفها هنايا ماشي مشكل. تقدروا تضيفوها في الاول مع الدقيق
والقهوه وسنيده، فانا نسيت ما ضفتها حتى درتها فوق البوطه. صافي هنايا كنبقى مع التحريك المستمر ضروري حتى كتعقد ليا الكريمه. من بعد ما عقدت ليا الكريمه غادي نضيف ملعقه كبيره ديال الزبده كما كتلاحظوا. صافي كنبقى نخلط جيدا حتى كتذوب ليا الزبده، وصافي مباشره غادي ندوز نوضعها من فوق الكيك. ماشي مشكل واخا يكون الكيك باقي سخون، فماشي مشكل، غير يكون يتشرب لينا هذاك الحليب باش سقيناه. فكنوضعها من فوق الكيك ديالنا، كنوزعها بهذا الشكل كما كتلاحظوا. في هذه المرحله زربوا شويه حيت دغيا كيعقد الكريم ديالنا دغيا كتعقد. فغادي نحاول انني نقادها ونساويها كما كتلاحظوا معايا، وغادي تدخلوها للثلاجه ضروري واحد ساعه ولا ساعتين حتى كتماسك لينا وتتبرد، ومن بعد غادي نرجع معكم. فهنا البنات من بعد ما خرجتها من الثلاجه، وهنا من بعد ما تماسكات ليا الكريمه كما كتلاحظوا غادي نزينها بحبيبات الشوكولا. فالتزيين تيبقى على حسب الاختيار، تقدروا تزينوها باش ما اللي متوفر عندكم، او تقدروا تخليوها غير هكاك. صافي هنايا كيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها. وهنا غادي نقطع معكم تشوفوها كي كتجي من الداخل. الصراحه البنات راه كتجي رائعه، خصوصا لعشاق القهوه، راه نكهه القهوه كتجي ما شاء الله. فكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم. ولا كنتي اول مره كتزوريني فتابوناي وبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم باش تعموا الفائده. شوفوا كي كيجي من الداخل راه كيجي رطب ما شاء الله. فكنتمنى انكم تجربوها، راه كتستحق التجربه. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.